بنرجع مرة تانية لقصة ابسولوت وندر وومن. وندر وومن هنا مع العدد التاني بتستخدم الحبل السحري بتاعها ضد التهديد، بس الغريب هنا اننا مش بنشوف الحبل بالشكل اللي متعودين عليه اللي بيجبر الناس يقولوا الحقيقة. بدل كده الحبل هنا بيظهر كأنه أداة قوة، مصمم ان يجبر الشخص يطيعها او يعترف بقوتها. بمعنى تاني الحبل هنا يعتبر اكتر سلاح هجومي مش دفاعي. ولما قدرت تتغلب كده على قائد التهديد بتقول لهم امشوا من هنا وانا هسيبكم تعيشوا، ما ترجعوش تاني، واي وحش يبعتكم بلغوه نفس الرسالة، ولو جم هنا هيلاقوني انا ديانا حامية العالم ده وهيموتوا. الكلام ده بيخليهم ينسحبوا، وهنا وندر وومن بتتلفت وتلاقي قدامها ستيف. المختلف هنا واللي هيبقى ممتع ان وندر وومن مش هتوصل للارض بالطريقه اللي احنا متوقعينها، بدل كده ستيف هو اللي بيوصل لجزيره غريبه في الجحيم. وكما هو متوقع من قصه وندر وومن، اول ما يظهر هناك بيبقى في حاله من الذهول وبيعتذر وبيهلوش شويه، وفجأة بيحاول وحش التهديد ياخده. فدلوقتي التهديدات اللي هنشوفها بعد كده مش حاجة ضخمة أو مؤثرة بشكل كبير في القصة، لكنها إضافة لطيفة. وندر وومن بتستخدم تعويذة سحرية علشان خاطر تشفي ستيف من إصابته، ولما التهديدات تحاول تخطفه بتتدخل بسرعة تشيله وتهرب بيه وترجعه لمامتها. وهنا بتيجي حاجة حلوة جدا في القصة. في العادة لما راجل بيوصل جزيرة الأمازون مش بيكون مترحب بيه، وده بأمر من الملوك، وغالبا الرجالة اللي بيوصلوا هناك بيتم قتلهم على طول. ولكن لما ديانا جابت ستيف الجزيرة الموقف كان مختلف. مامتها الملكة هنا ما رفضتش وجودها، بس برضه ما رحبتش بيه. في الحقيقة هي كانت أكتر فضولية عنه. ديانا هنا ولسه صغيرة وعنيدة جدا وكمان مندفعة شوية، قررت انها تتحمل مسؤولية ستيف بعد ما لقيته على الشاطئ. بتقول لما لقيته عند الشاطئ لازم نشتري بروس لانه ادفى حاجة عندنا ولازم نساعد الراجل ده. في النهاية ستيف بيفوق، ولما ده حصل ديانا بدأت تشرح ليه ايه اللي بيحصل. اول سؤال سأله: انا سمعتك بتتكلمي يوناني، وهي ردت ايوه. فقال لي بس احنا مش في اليونان. ردت عليه يا ريت. الحوار كان ممتع جدا لانه سألها طيب احنا فين؟ ردت دي بلدي، بعيش هنا مع امي سيرسي. فقال لي بس فين ده؟ ردت الموضوع هيكون غريب شوية، احنا في العالم السفلي. فكان رده ايه؟ انا في الجحيم. ردت عليه بشكل ما ايوه. فقال لي يعني انا ميت؟ وكانت ردها مش بالظبط. بالنسبة لستيف انه انسان وبيلقى نفسه في الجحيم، اول حاجة بيفكر فيها انه ميت، وده منطقي بالنسبة ليه. ديانا ردت عليه هسيبك شوية تستوعب الموقف. في الوقت ده بيحصل حوار لطيف بين سيرسي وديانا. امها قالت ليها اديله وقته، الموضوع صدمة كبيرة لاي حد انه يكتشف انه في الجحيم. ستيف نفسه مش فاكر اللي حصل قبل ما يلاقي نفسه هنا، وديانا وامها ما كانوش موجودين وقتها عشان يعرفوا اللي حصل. فديانا بتسأل امها ليه تفتكري انه هنا؟ ردت سيرسي مش عارفة. ديانا بدأت تتساءل ممكن تكون فخ مثلا او يمكن هدية، محدش عارف في النهاية. فاللي سيرسي بتلاحظه هنا ان حتى لو ديانا مش متعلقة بستيف عاطفيا فهي فضولية تجاهه، وده اللي خلى ستيف في الاخر يعتذر عن تصرفاته. بالرغم انه ما كانش وقح باي شكل، هو ببساطة فاهم انه في مكان غريب وعليه انه يحترم اللي حواليه. اللحظة دي بتوضح الفارق بين طريقة سيرسي في التعامل مع ستيف وطريقة الامازون اللي موجودة على الارض. بعدها ستيف بيطلب منها انه ياخد جولة في المكان علشان خاطر يفهم اكتر. في شوية كيمياء بين ديانا وستيف في الحوار بينهم. ستيف واضح انه متأثر جدا بالجمال بتاع ديانا، خاصة عينيها، لكنه في نفس الوقت بيقول ليها انت طويلة جدا. وبما ان ديانا مش متعودة تتعامل مع الناس بشكل اجتماعي، فهي مش بتفهم النواحي الدقيقة في طريقة تواصل البشر مع بعض، زي اللغة بتاعت الجسد او حتى التلميحات اللي بتبقى فيها شوية مغازلة. فلما بيقول ليها انت طويلة جدا، بالنسبة ليه ده ممكن يكون دعوة لحوار، زي يمكن مثلا دي مجاملة او يمكن مجرد فضول. اما بالنسبة لديانا فهي بتاخده كتصريح عادي، احنا طولنا متقارب. فرد عليها ايوه بس انا كمان طويل جدا، وفي عالمي تقريبا مفيش ستات بطولك. فردت عليه وايه يعني؟ فقال ليها في الحقيقة مفيش حاجة، مش مهم. فردت عليه طيب خلينا نتكلم عن حاجة تانية. بعد ما تجاوزوا الكلام البسيط بدأوا يتكلموا في مواضيع أهم. ستيف ما قالش معلومات كتير عن العالم بتاعه لأنه لسه بيحاول يستوعب اللي بيحصل حواليه. بس كان في لحظة لطيفة لما قال بصراحة ديانا أنا ما كنتش متوقع إن أوصل للجحيم. ردت عليه ديانا بملاحظة ذكية جدا، مين أصلا يتوقع إنه يروح الجحيم؟ كل الناس بتعتقد انها كويسه حتى لما بيكونوا كمان وحشين. الملاحظه دي بتبين انه بالرغم من ان ديانا معزوله في العالم السفلي الا انها عندها فهم عميق لطبيعه البشر الحقيقيه، انك مش محتاج تعيش وسط الناس طول حياتك عشان تفهمهم. بعدين القصه بتقفز للوقت الحالي لما بيبقوا في جيت واي سيتي.
وده المكان اللي الاحداث بتحصل فيه دلوقتي. ستيف بياخد ديانا لقائد القوات بتاعته لان في تهديد جديد ظهر بشكل مفاجئ في المدينه، والجيش الوطني موجود هناك عشان يحمي المدينه، وده التصرف الطبيعي المتوقع. ديانا بترد عليه بمنتهى الحسم وتقول له انا فاهمه موقفك يا قائد، انا دخيله في حاجه مش تحت سيطرتك وده بيضايقك، بس دي مش مشكلتي، عدم شعورك بالامان مشكلتك انت. خلص المواضيع دي وحط على نفسك شويه جديه، مشكلتي هي الوحوش اللي جايه وانا واحده بس هحاول اتعاون معاك باقصى طاقتي عشان ننقذ اكتر عدد ممكن من الارواح مع بعض. العالم ده مش مستعد للي جاي وهتحتاجوا مساعدتي. فالرد ده بيمثل شخصيه وندر وومن اللي المفروض نشوفها، شخصيه واثقه بتقول الحق ومش بتخاف تقول اللي لازم يتقال مهما كان رد فعل الناس. القائد بيرد عليها متضايق جدا، ازاي تجرؤي تتكلم معايا كده، وهي بترد عليه بمنتهى البرود، الاخلاق ماشي ازاي. ديانا بتستلم القياده بالكامل لانها عندها معرفه بحاجات هم ما يعرفوهاش، هي عارفه ان في تهديد اكبر جاي حتى لو مش عارفه بالظبط هو ايه. لما سالوا يعني المشكله خلصت، ردت لا 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 لا، التهديدات دول مجرد رسل زي الحمام الزاجل، المصيبه الحقيقيه هي اللي بعتهم واللي المفروض تقلقوا منها. القائد حاول يزعق تاني بس ديانا وقفته في مكانه وقالت ليه خلصت كلامك، ولما قال ايوه ردت عليه المشكله يا قائد انك عارف كويس انك محتاجني جدا بعد اللي حصل، لكن انا مش محتاجه منك حاجه، فكر كويس في الطريقه اللي عاوز تتكلم بيها معايا وتعالى نكمل لما تهدى، اتمنى ده يحصل قبل ما اي ابرياء تانيين يتضرروا. ده بيوضح ان وندر وومن في الموقف ده يعني هي العنصر الاساسي اللي الناس محتاجينه اكتر بكتير مما هي محتاجاهم. يعني لو قررت انها تمشي وتسيبهم لمصيرهم مش هيبقى في حد ينقذ البشريه، وده اللي ممكن يحصل لو القاده زعلوها لدرجه تخليها تقول انا تمام كده اتصرفوا لوحدكم مع السلامه. بعد كده وندر وومن وهي مع ستيف بتسمع صوت غريب جدا وبيبان عليها ملامح الخوف بشكل رهيب. المدينه كلها تقريبا بتتشل بسبب الصوت ده، وهي بتقول يا امي احميني في المياه الخطره، يا ملكه وجهي ايدي للطريق الصائب، يا اخواتي لو ما لقيتكمش في العالم ده هشوفكم في العالم اللي جاي. دلوقتي انا شفت وجه تيتراسايد وكل اللي شافوه مش هيعيشوا. لما سالوها ايه ده ردت الموت نفسه. الناس كانوا فاكرين ان الاخلاء هيكون لمسافه ميل بس من الشاطئ، لكنها قالت ليهم لازم تخلوا المدينه كلها وعندكم 40 دقيقه بس عشان خاطر تعملوا حاجه زي دي. الجميل في القصه هنا ان الاحداث دي شغاله، بيتم التحول لمشهد تاني في متحف البوابه للتاريخ الطبيعي، وبيظهر فيه شخصيه باربرا اللي تاريخها بتتحول لشيتا. القصه مش بتكشف كتير عن دورها او هل هتبقى بطله ولا لا، بس واضح انها هتبقى شخصيه مهمه لوندر وومن في المستقبل بسبب اللي بتمثله. بعد كده بنرجع لوندر وومن لما سالها الناس عملت ايه، ردت شويه سحر عشان ابطئ الوضع واكسب وقت. التتراسايد مقاوم جدا للسحر، امي كانت هتبقى اكتر فاعليه لكن للاسف مفيش غيري دلوقتي، وبدات توضح ليهم ايه الكائن ده اللي وصفه الكاتب على انه مرعب جدا. وندر وومن بتقول للناس قبل ما تمشوا ولازم تمشوا فورا، مهم جدا ان اشرح ليكم ازاي التتراسايد بيقتل عشان يمكن تلاقوا اي امل في مواجهه بعد ما يقتلني. الناس اتصدمت وقالوا ليها يقتلك، فردت مش عارفه اكون اوضح اكتر من كده بخصوص خطوره الموقف، اسمعوني لو سمحتوا. بعد كده بدأت تشرح تتراسايد معناها حرفيا القاتل الرباعي، بيقتل بأربع طرق، موت بالخوف، موت بالعقل، موت بالجسد، وموت بالروح. واحد من الناس قال موت بالخوف مش باين انه حاجه سيئه قوي، ردت عليه ده سوء الفهم اللي كنت خايفه منه، وعشان كده انا سعيده اني بقول لكم الكلام ده. لو فكرتوا بالطريقه دي عمركم ما هيكون عندكم فرصه اصلا. ووندر وومن شرحت ان موت بالخوف هو اخطر حاجه في الموضوع، خصوصا ان الكائن ده ظهر في منطقه مليانه سكان، وقالت ان التتراسايد يقصد بموت الخوف هو انك تفقد تماما القدره على الشعور بالخوف لما تشوفه بدل ما تهرب منه هتتشد ليه. وضحت الخوف ده جزء من طبيعه البشر عشان يحميهم. مثلا من ملايين السنين لو في 2 كهوف ماشيين وسمعوا صوت في الشجر، اللي هرب عاش اكتر من اللي قرر يروح يشوف ايه الصوت ده. الخوف ده نظام امان مدمج فينا كبشر، بس لما تفقد الخوف تبقى معرض لاي حاجه. وبعد كده قالت ان الكائن ده هيبدا يطلع صوت عالي جدا، والصوت ده هيتسمع لمسافات طويله، وكل الناس اللي هتسمعه هتتشد ليه زي النحل اللي بيجري على العسل، فالناس هتمشي ناحيته بدون تفكير لحد ما يدخلوا فكه ويموت واحد ورا التاني بألم شديد، موت بالعقل بالجسد وبالروح. قالت كمان موت الروح ده هو أسوأ حاجة، الناس اللي هيموتوا بالجسد وهم بيجروا ناحية التتراسايد ممكن يكون الأكثر حظا، لأن في عالم دي سي الروح بعد الموت بتروح أماكن معينة حسب حياتك، لكن وجودك بيستمر، إن روحك تتآكل يعني تقضي الأبدية في عذاب بتتعذب بدون نهاية. وختمت كلامها وقالت عشان كده لو سمحتوا بأي اسم تحبوه سواء هيرا أو أي حد تاني سيبوا المكان فورا. وندر وومن بتقول للناس اهربوا وامشوا من هنا لو تقدروا، وبعد كده هي بتقرر تواجه الكائن ده. بس الفكرة هنا إنها مش بتطير على عماها وتهاجمه بشكل عشوائي، هي فعليا بتختبره أكتر من أي حاجة تانية، والقدرات بتاعته
عامله ازاي مقارنه بيها. بتستخدم الحبل السحري والسيف بتاعها، بس ولا حاجه منهم بتقدر تتغلب على الكائن ده او حتى تقلل من قوته. ومن اللي اتضح معانا انه حتى مع طبيعتها القويه جدا مش كفايه عشان خاطر تدمر الكائن ده. حتى لما بتحاول تهاجم احد مجساته، واحد منهم بيطلع ويمسك دراعها. وفي اللحظه دي القصه بتتحول مؤقتا للجزيره البريه. الجزء ده مهم جدا في القصه. ستيف ووندر وومن بيكملوا يتكلموا مع بعض. ستيف كان متضايق جدا انه مش في بيته، وده شيء منطقي. وفي نفس الوقت وندر وومن بتلاقي كتاب تعويذ سحري، ولانها عندها معرفه بالسحر بتقدر تفهم الكتاب، فبتطلب من ستيف يخرج يعمل حاجه بره. وبعدين بتروح لامها وتقول لها لقيت طريقه ارجع ستيف لبيته، هو مش المفروض يكون هنا اصلا؟ ردت امها لا 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 لا، انت مش فاهمه ايه اللي انت بتلعبي بيه ده. الكتاب ده بيطلب تضحيه، والتضحيه دي مش بسيطه. ردت ديانا عارفه وانا مستعده. امها قالت لو انت موافقه يبقى انت مش فاهمه حجم التضحيه اللي مطلوبه. وديانا ردت فهمت، ومع ذلك مستعده برضه. وفي نفس الليل امها بتصحى تلاقي ديانا قاعده على الارض ماسكه الكتاب ومركزه جدا فيه، وكانها مش قادره تفكر في اي حاجه تانية غير اللي لازم تعمله. بالنسبه لديانا ستيف هو اختبار ليها. لو امها شايفه انها مقدره تكون محاربه عظيمه، دلوقتي الوقت انها تثبت ده. هي شايفه ان لو عندها وسيله ترجع ستيف لبيته، حتى لو ده هيتطلب منها تضحيه شخصيه، لازم تعملها. بالنسبه ليها الفشل في الاختبار ده مش خيار. بتسال نفسها لحد فين انا مستعده اضحي عشان احمي الناس؟ هل انا واحده بتقول مستعده اعمل اي حاجه طالما الموضوع مش هيكلفني حاجه، ولا انا مستعده اخاطر بكل حاجه عشان اكون الشخص اللي انا فعلا مؤمنه اني المفروض اكونه؟ وندر وومن بتختار الاجابه الثانيه. التعويذ بتطلب دراع لمحاربه عظيمه، وديانا كانت بالفعل قطعت دراعها وجهزته وحطته قدام امها. وما قالت ليها انت عملتي اللي كان لازم يتعمل. وفي النهايه تم تفعيل التعويذه بواسطه ديانا وامها، وستيف راح لبيته. وهنا سيرسي بتبدأ تتكلم مع نفسها، أو ممكن تكون بتتكلم مع ستيف. بتقول كنت عارفة من زمان إنها استثنائية، بس مع ذلك كنت أظن إن قدراتها أقل من كده بكتير. قدرتها على الحب، على الألم، على التضحية، على الشرف. البنت دي هتغير العالم. كنت شفته في عيون مياه كريستال بتاعتي. وطبعا هنا سيرسي بتقول لكن دلوقتي وأنا شايفاه قدامي حية بتتنفس، ده كان اقوى من اي حاجه كنت اتصورها. وبعد كده بنرجع لديانا في اللحظه الحاليه، ودراعها اللي ماسكها الكائن بيختفي، وبتظهر انها عملت تعويذه ودراعها اختفى بالكامل. بعد كده بتروح لجنودها وبتكشف ليهم ان دراعها كان مش موجود طول الوقت. اللي كانوا شايفينه كان مجرد تعويذه سحريه هي وامها عملوها عشان خاطر تطلع لها دراع جديد. هي ممكن ترجعه تاني، لكن التعويذه صعبه جدا. الطريقه الاسهل ليها هي انها تركب دراع آلي بدل من كده. اللي حصل بعد كده ان وندر وومن بدات تمشي وهي نصها يعتبر آلي، ولكن اللي بيحصل بعد كده في النهايه قالت اللي هتعملوه دلوقتي هو انكم لازم تتحركوا بسرعه. انا حاسه بالاهتزاز على الشاطئ، لو مشيتوا دلوقتي المره الجايه هشوفكم فيها هتكونوا متجمعين فوق بعض علشان تاكلكم الوحوش. في البدايه ستيف كان متردد وقال لا مش عاوز اسيبك لوحدك. فقالت له ديانا انا مقدره ده، انت فاهم التضحيه اللي عملتها عشان ارجعك لبيتك، وانك مستعد تضحي عشان خاطر تريحني، لكن لازم تفهم مفيش شرف في التضحيه. اللي انت هتعملها هتكون مجرد قاعدين هنا وهتتعرضوا للهجوم وهتتخدعوا وتدخلوا في فم وحش ضخم هيدمر المدينه كلها. مفيش حاجه تقدر تعملها عشان تحميني لان ده اكبر منك. واخيرا ستيف بدا يشتغل مع باقي الجنود عشان خاطر يخلوا الناس يهربوا من المدينه. وندر وومن بدأت تمشي. وبالنسبة لبارابرا فهي بتمثل مصدر ضخم من المعرفة عن الثقافة اللي وندر وومن جاية منها، واللي وندر وومن مش عارفة عنها حاجة. وده خلى ديانا تكون مهتمة جدا انها تتعرف على بارابرا اكتر، لانها على الارض كتير من اساطير عن الامازونيين بتعتبر مجرد خرافات. ديانا بدأت تدور على تراثها وشعبها بناء على المعرفة اللي عند بارابرا. في النهاية ممكن تتحول بارابرا شيطان الشيتا، ولكن في الوقت الحالي الصوت بدأ يطلع من ناحية التيريدا سايد. وديانا قررت تهاجم، ولكن لما عملت كده قالت جملة حلوة، ده عبث، هتكسر التريدا سايد وهتموت، ومفيش حد هيفضل عشان يقاتل من اجل الناس دي. ولما الصوت يبدأ هيبدأوا يدوسوا على بعض في سرعة عشان خاطر يحتضنوا نهايتهم الرهيبة بأي تمن. لكن انا مش شايفة اي طريق تاني، لازم يكون في سيف او حبل، حاجة ثابتة، لان السحر لوحده ملوش تأثير على التريدا سايد لانه عنده جلد سميك. وهي بدأت تفكر وقالت في نفسها إلا إذا. بعد كده ديانا راحت للمذيعين اللي كانوا على الشاطئ وكانوا بيذيعوا الأحداث كلها، قالت لهم محتاج مساعدتكم. وبعدها استخدمت السحر عشان خاطر تعمل جهاز سحري حواليها زي تعويذة أو رسم سحري، وبدأت تحط تعويذة كده مباشرة لكل الناس اللي بيشاهدوا الأخبار، وقالت ليهم مرحبا مدينة جيت واي، في وحش رهيب على الشاطئ بتاعكم اسمه تريدا سايد، وانا بحاول اقتله لكن هو قوي جدا وعليا كمان، والجيش بيحاول يخليكم تهربوا بس مفيش وقت كافي. قريب التريدا سايد هيبدا يطلع صوت هيسحبكم ليه، وده هيخليكم تضطروا للتضحيه بانفسكم عشان خاطر تفوزوا عليه، فده هيكون صعب عليكم، هيفضل صعب تفهموا، لكن عشان خاطر انقذكم من المصير ده هخليكم كلكم فاقدين السمع لفتره.
والفترة دي هتكون قصيرة، كل المدينة هتكون فاقدة للسمع. وقالت ليهم كتير ممكن مش مصدقني، بس صدقوني هتصبحوا مؤمنين دلوقتي. الهلع والفوضى اللي هينتج عن الموضوع ده هيكون اخطر بكتير من التريدر سايد نفسه، عشان كده لازم تفضلوا هاديين، خاصة اللي سامعين الرسالة دي دلوقتي. لازم تساعدوا أصحابكم وجيرانكم، اللطف والرحمة هم اللي هينقذونا دلوقتي. أنا جيت هنا عشان خاطر أنقذ مدينتكم، لكن النهاردة يمكن يكون عليكم أنتم تنقذوا مدينتكم بدلا مني، وأنا واثقة إنكم هتقدروا. وهنا بقى ديانا قدرت إنها تعمل التعويذة السحرية على المدينة كلها، وبقى الجميع فاقد السمع، وبعدين كله هيعتمد على ديانا والتريدر سايد. هنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده في العدد القادم.